السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا بقى جمال القمر، الحلاوة دي. تعالوا نشوف عملناه ازاي. يلا بقى بينا نشوف الجلاش القمر ده احنا عملناه ازاي. انا الطريقة هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا الفلفل والبصل زي ما انتوا شايفين كده ضربهم في الكبة. وتعالوا بقى نعصق اللحمة بتاعتنا حبايب قلبي ونشوف هنعملها بأنهي طريقة. احنا هنضيف زبدة البيضة اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. وبعدين هنضيف اللحمة المفرومة بتاعتي. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. انا بحب ان انا انزل باللحمة كده الاول، بيبقى بديها صدمة، وبعدين انزل بالبصلة بتاعتي واقلب كويس كويس كويس. تمام يا حبايب قلبي؟ وانا عجبتكم الطريقة، يلا قوموا تشجعوا واعملوها وشوفوا بقى ايه رأيكم في الجلاش بتاعي وطريقته هتعجبكم ولا لا. وانا عجبكم الطريقة بتاعتي وجربتوها، قولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها، حلوة عجبتكم ولا ما عجبتكوش؟ تمام. هنا معايا معلقة من الثوم مفروم. طبعا انا هقلبها كويس جدا 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 لحد ما ريحتها تطلع خالص، وبعدين هقوم مقلبه كله في بعضه كده زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هضيف الفلفل بتاعي. تمام. على فكرة الطريقة دي جميلة جدا على فكرة، وهتعجبكم طريقة اللحمة. العصاج ده احلى، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، مخلي الجلاش طعمه تحفة 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 تحفة. زي ما بقول لكم كده، جربوها ومش هتندموا وهتدعوا لي والله بجد. طبعا هنضيف البهارات بتاعتنا: بابريكا، فلفل اسود، تمام، بهارات لحمة، آه، رشة كمون كده، ورشة كزبرة صغيرة. تمام يا حبايب قلبي. هنا بقى هنقلبهم كويس جدا جدا جدا. ومعايا هنا نص معلقة من هرسة الشطة علشان خاطر العصاج بتاعي ما يبقاش سبايسي، عشان خاطر الاولاد انا بديله بس إيه لسعة صغيرة كده بس. تمام. خلاص كده حبايب قلبي، نقلبهم كويس 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 جدا 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 لحد ما خلاص اللحمة تاخد صدمة وريحتها تطلع، وريحتها تحفة 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 حبايب قلبي، ونغرق البيت كله. طبعا انا بضيف مكعب مرقة. انا بحب طبعا مكعب بقى بالطريقة دي بتخلي الجلاش في حتة تانية خالص، ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب كويس. طبعا انت مش هتضيفي الملح برضو كتير علشان خاطر المرقة فيها ملح. طبعا احنا هنعمل حساب المرقة ان هي فيها نسبة من الملح. فاحنا هنحط زي ما انتوا شايفين كده نص معلقة صغيرة كده من الملح. تمام. طبعا ريحتها تحفة 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 تحفة، ما اقولكوش على ريحتها. لو جربتوها بقى انتوا هتشموا الريحة بنفسكم. طبعا هنا معايا صينية، طبعا بدهنها بالسمنة كده زي ما انتوا شايفين حبايبي. إيه وببدأ بقى احط الورق بتاعي اللي هو الجلاش. بحط بقى ورقة ورقة كده، وادهن كل ورقة بحطها بدهنها بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. واقول لكم على حاجة كمان: الجلاش لو هو مفرفت معاكم يعني يتقطع معاكم، برضو انت هيتعمل، يعني مش هيترمى ولا حاجة. يعني انا مجرد ما بمسك الجلاشة كده بلاقيها اتقسمت نصين معايا، ازاي مش فاهمة. المهم احنا بنتصرف، طبعا اي ست بيت شاطره بتتصرف وبتظبط حالها. طبعا انا اول طبقه حطيتها كده، وطبعا انا بدهنها بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. خلاص. يلا حبايب قلبي، كله يصلي على رسول المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي بقى ورقه، بضيف ورقه تانية اهوت زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عملتوها بالطريقه دي تعجبكم جدا 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 جدا. انا كنت عملت معاكم جلاش قبل كده، بس كنت عامله صوابع بقى. تمام. كنت عامله صوابع. لو انتي الاول مره تشوفيني شوفي فيديوهاتي تحت، هتلاقي جلاش بالصوابع بس برضو بطريقه جميله برضو. لو لسه اول مره تشوفيني حبيبه قلبي، يلا حطي اللايك عشان الفيديو تشيري ويوصل لكل اصدقائنا، وحطي اعملي الاشتراك للقناه.
وانا بحبكم كتير لله في لله، وانا بشكر كل اصدقائي اللي على القناه، ربنا يبارك فيكم حبايب قلبي، متشكرين جدا جدا لدعمكم ليا. الف 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 شكر، ربنا يا رب يكرمنا كلنا كده، وتبقى قنواتنا دي بتبقى من مليونية، اللهم امين يا رب العالمين، بحق الايام المفترجة. طبعا انا بعد ما عملت نص الجلاش بتاعي، انا ضفت اللحمه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، وهضيف الورق النص التاني من الورق. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده الورق بيتقطع معايا ويتبهدل معايا، بس احنا بنظبطه بنعدله بس. وكل ورقه بقى كل ورقه لازم تدهنيها بالزبده بالسمنه، علشان خاطر الورقه تتشرب كده كلها سمنه كده، وتبقى مقرمشه وجميله. وهتشوفوا زي ما شفتوا في اول الفيديو كده شكلها جميل، وطعمها كان اجمل، وريحتها تحفه 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا قوموا، مستنيين ايه؟ قوموا جربوها. يلا اقول لكم، انا بسجل لكم الفيديو دوت الساعه مثلا 2. اعملوها على الفطار بكره، هتعجبكم جدا 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 جدا. خلاص انا خلصت كل الكميه، بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا دلوقتي بقطع بايد واحده، انا اسفه معلش، بس لحد بس ما اصلح الستاند بتاعي بايظ اولادي جابوا اجله فانا هصلحه بقى، وبعدين بعد كده بقى اصور لكم بايدي الاتنين علشان اعرف اتحكم في الحاجة اللي قدامي. طبعا هنا خلاص قطعت الجلاش بتاعي. هنا معايا بيضة، بحط فلفل اسود علشان خاطر ريحة البيض والزفارة. طبعا بقلبه كويس، واقوم ضايفة كوباية لبن، واحطه على وش الجلاش كده، وادخله الفرن على طول. طبعا انت حبيبه قلبي بتفتحي الشوايه وبتفتحي الفرن، طبعا انت بوتاجازك ما بيفتحش الاتنين مع بعض، ممكن تفتحي الفرن الاول وبعد كده تطفيه وتفتحي الشوايه. كده تمام حبايبي لحد كده. وخلاص كده نقلب الكوبايه كويس بقى ببعض مع البيضه بتاعتي وبعدين هنبدا نحطها في قلب الجلاش ونرجها كويس كده. وخلاص بقى نبدأ نضيف في كوباية اللبن بالبيض بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. كله كده بقى تمام كده حبايبي. خلاص الجلاش كده خلص معايا، مفيش فاضل بقى ان هيخش الفرن ويطلع من الفرن. يلا بقى قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، عجبكم طريقتي في الجلاش ولا لا؟ وانا عجبكم قولولي، ومش عجبكم برضو قولولي. انا بحب اي كومنتات منكم، انا يعني مش بزعل يعني. ايه رايكم بقى؟ ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي. قطعت لكم خرطتين برضو علشان تشوفوا الشكل. ما شاء الله تبارك الرحمن، تحفه تحفه تحفه، كان طعمه جميل. ومع الف سلامه، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد وفي رعايه الله.